يقول السائل: أنا موظف في بنك إسلامي حكومي، أعمل كهربائي، هل في ذلك شيء؟ وجمعت من رواتب البنك مالا واشتريت به باصا، فهل فيه شيء؟ لا تعمل في البنوك التي يسمونها إسلامية إلا إذا لم يكن فيها ربا كما تعرف أنت بخبرتك متيقن من ذلك، ولا تتعامل أيضا مع البنوك الأخرى التي هي ربوية فممكن. أما هذه التسميات الشائعة بين الناس بنوك إسلامية هذه مجرد مسميات لا حقيقة لها، فإنك تجد أنها تتعامل بالربا وتتعامل مع البنوك الأخرى التي تتعامل بالربا وتتعاون معها الإثم والعدوان، وأن التعامل المعصية الإثم والعدوان، تعاون الإثم والعدوان. من كان كذلك في أي عمل في الربا سواء كان محاسبا أو سائقا أو فراشا أو منظفا أو على أي عمل يقوم به في البنك وفيه التعامل الربوي يكون من التعاون الإثم والعدوان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا وموكله، الحديث. فلا تعمل. والكسب المسؤول عن ذلك في عمل مثل هذا عمل ربوي فيما يسمى بالبنوك الإسلامية كسب غير طيب، والواجب عليك الانتهاء عن ذلك لقول الله عز وجل: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. بعد أن ذكر الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.